السلام عليكم، انا خلف. اليوم عندنا فيديو جديد، وقبل كل شيء حاب اشكركم على انه قربنا او وصلنا 800 الف مشترك. يس، للي بيسأل شلون بحتفل على الرقم هذا، ما اتوقع اني بحتفل. حتى اذا وصلت المليون ما اتوقع اني بحتفل. انا صراحة قاعد اتحمس مع القناة وكذا، بس اني بارد، ما احب اكسر الروتين بالعربي. خلونا نبدا بالفيديو اللي عندنا اليوم. الخبر الاول اللي عندنا اليوم يتكلم عن واحده موظفه باحد محلات الاتصالات. اوكي، وقت البريك بالدوام حقها طلبت من مطعم دومينوز. يوم وصلها الطلب فتحت الصندوق، لقت فلوس، لقت حوالي 5000 دولار. اول ما شافت المبلغ هذا قالت انه اكيد المبلغ هذا هو المبلغ اللي راح يحطونه بالبنك على اساس انه نهايه الشهر وكذا، لانه هي بنفسها بالمحل اللي تشتغل فيه تسوي الشيء هذا، تاخذ الفلوس توديها البنك. المهم قالت مستحيل اخذ المبلغ هذا، لو ايش المبلغ كبير مره وحرام اخذه، يعني ما قالت حرام بس يعني فهمت قصدي انت. تواصلت مع المطعم ورجعت لهم الفلوس، وكافئوها بانها تقدر تطلب بيتزا لمده سنه كامله ببلاش. وفوق كذا راعي المحل اللي تشتغل فيه يوم طلبت البيتزا اعطاها اجازه لمده اسبوع كامل بسبب الشيء اللي سوته، انه هذه سوت شيء كويس خلينا نكافئها بشيء كويس. بعد قبل فتره غطينا نفس السالفه هذه باحد الحلقات القديمه، من زمان سويتها، بتطلع لكم التعجب هنا. الله يعيني بدورها من الحلقات الكثيره. ننتقل للخبر الثاني عندنا اليوم اللي هو يتكلم عن الموديل هذه. عارضه الازياء هذه صار يجيها عروض كثيره من شركات مختلفه، طيب شركات كبيره، يقولون ان لون بشرتها فريد من نوعه، لانه بشره غامقه كذا مره، يعني ما تلقى موديلز هاللون. كيف اكتشفوا الموديل هذه؟ اكتشفوها عن طريق حمله سووها، يعني حمله عرض ازياء او شيء زي كذا. بالصوره هذه جايبين موديلز كل واحده بشرتها تختلف عن الموديل الثانيه، يعني الوان غامقه وفاتحه، الوان كثيره زي ما تشوفون بالصوره هنا. بغبش عليه كلها في صور ما كويسه. والحين في جرايد الكترونيه كثير يتكلمون عن الموديل هذه، ويعني يمدحونها على لون بشرتها. ننتقل للخبر الاخير اللي عند اليوم. تذكرون اتوقع قبل 4 حلقات او شيء زي كذا تكلمنا عن الشخص اللي جاء شال جيجي حديد وهي تمشي. الادمي هذا طلع واحد يسوي مقالب وكذا، ما ادري اذا هو على اليوتيوب ولا لا، مو مكتوب بالموقع انه على اليوتيوب. بس الادمي هذا ما سواها مع جيجي حديد بس، سواها مع اكثر من مشهور، وبعد سواها امس مع كيم كارداشيان. كيم كانت بباريس وجاء ويبي يشيلها. اوكي هو ما يقدر يشيلها يمكن، بس انه جاي بيشيلها. وشوفوا الفيديو. اتوقع في مقاطع كثيره له، يعني تحرش المشاهير كثير على اساس انه فله وكذا. بس هذا كل شيء عند اليوم. اتمنى الفيديو يعجبكم، وصدق مشكورين مره على 800 الف مشترك. يعني لولا دعمكم اليومي لي كل ما انزل فيديو اشوف دعم، وتويتر وبكل مكان، صراحه ما اتوقع اني بنزل بشكل يومي. فشكرا لكم، شكرا لكم مره على الشيء هذا، وباذن الله راح نستمر الى الابد لين ما يصير شيء. ان شاء الله بنستمر للاخير. خلينا نكون متفائلين. فبس اشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامه. اوكي. المهم هو يقول انه وده يصير من نجوم هوليوود، وده يوصل يعني يحقق حلمه ومدري ايش. يوم سأل المذيع يعني وش عندك موهبه عشان تصير زي ديفيد بيكم؟ يعني ديفيد بيكم ما يعني نجح بشكله، بس الادمي كان يعني يلعب، وكان يعني كان معروف بسبه موهبته قبل لا يكون معروف بسبه شكله. وهذا رده. اجل بحتفل بالمليون. والله لو شوفوا بحتفل بقلبي. صح الاعمال بالنيات، فوقت ما انت تحتفل مو لازم تحتفل يعني على ارض الواقع كذا تروح تجيب كيك وتعزم ناس. احتفل بنفسك كذا داخل نفسك كذا، تقول ايه يعني استانس داخل. لانه انا بالاخير عجاز صراحه. ماني والله اسوي لي كيكه وقلق الا اذا كنت بسويها بنفسي، لانه انا احب اطبخ. تبون اسوي مقاطع طبخ؟ لا. ليش سويت كذا؟ انا زبده خلاص، مع السلامه.